السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي الحسناء. اليوم البنات غادي نصايب معكم حوت ديال الطون بالخضره كيجي زوين. نتوما لكم الاختيار، لا بغيت ديروه في الطاجين ولا الفران. المهم انا هذه طريقتي، غنديرو في الكاميله. فوالا هنا عندي الحوت ديال الطون قطعته من بعد ما نقيته كلشي. هنا القزبر ومعدنوس الثومه، هذه هي لا باز الاولى ديال الوصفه. ضروري الشرموله صافي، والخضره نتوما لكم الاختيار شنو بغيت تخدموا به. انا هنا اختاريت خيزو بطاطا مطيشه فلفله، بغيت تزيدوا الكورجيت والبصله زيدوها. صافي هنا قطعت القزبر والمعدنوس درتهم في الطنجره. هنا غنبدا نصيفط الشرموله باش غنشرمل هذاك الحوت. درت هنا القزبر والمعدنوس، غادي نزيد الثومه، غادي نحك جوج دراس ديال الثومه. الا عندكم ثومه بودره حتى خدموا بها، معليش بحال بحال. المهم الثومه ضروري في هذه الوصفه. وغادي نبدا هنا نزيد العطريه اللي متعارف عليها في العطريه ديال الحوت، التحميره العاديه. التحميره انا خديتها عند السيده اللي كتصايبها من الدار، يعني كتصايب التوابل ديالها من الدار. الا بغيتوا الرقم ديالها قولوا لي نخليه لكم، البنات اللي في هواره. غنزيد واحد الكميه لا باس بها من التحميره. هنا غادي نزيد القزبر يابس، غتلقاوني ديما في الطبخ كندير القزبر يابس، كيعجبني حتى انه صحي، ديما كنقولها لكم في الفيديوهات. هنايا الخرقوم العرق ما كنديرش البنات الصفيره، ما ديروهاش، وحاولوا ما امكن بعدوا منها. انا كنخدم غير يعني العطريه العاديه الطبيعيه. هنا درت سكينجبير. هنايا عندي ثوم، البصل، عفوا البصل بودره كيف ما شفتوا. بغيت ديروا البصله عاديه ديروها، المهم انا اخترت نديرها مع الشرموله. هنا زدت الملح، وهنا زدت الفلفل مهروس. ما بغيتش ندير البزار، كنحاول نتفاداه. المهم كنخدم ديما بهذاك الفلفل المهروس. هنا زدت الحامض، عندي ديجا واجد، المهم ها هو زدته. هنايا زيت العود كان بقى ليا في التبصيل درتو باش ما نضيعوش. وغادي نزيد الزيت الكافيه اللي غادي تزقدني. صافي انا كنخلط الشرموله ديالي وغادي نبدا كنشرمل في داك الحوت وكنحط. وحاولوا شرملوه تقريبا بواحد نص ساعه ساعه قبل باش يتشرب مزيان الحوت هذيك العطريه. صافي هنا غادي نبدا نجيب القطع ديالي، غنفلحهم واحد شويه من الداخل. هو راه رطاب البنات دغيا كيتفلح معاكم، تقدروا تفلحوه دغيا، يعني ما غاديش تحتاجوا كاع المس. هانتوما شنو هنا وليت كندير المعلقه باش نشرمل. صافي وكندخل مزيان في ديك بلايص مفلحت. هانتوما شتو صافي يتشرب ليا مزيان هاد الشرموله. وعاد غادي نبداو نخدموا الخضره. هي الاولى نديروها لتحت في الطنجره. الخيزو داكشي اللي غيشد ليا الطياب. عاد من الفوق غندير الحوت ديالي لانه دغيا كيطيب البنات. صافي هنا درت مطيشه حكيتها. خيزو قطعته بهذه الطريقه هذه، كيعجبني صراحه كيجي زوين بهذه الطريقه هذه. كنحيدوا ليه غير داك القلب الوسطاني وكنقطعوه هكا. صافي درت مطيشه وعاد زدت خيزو. وغادي ندير الحوت صافي. ومن بعد غندير بطاطا والفلفله وشويه الحامضه. نتوما غتشوفوه معايا المراحل كامله. صافي هنايا درت بطاطا كيف ما شفتوا، الفلفله، الحامض قطع. والحاجه المهمه والمكون المهم هو هاد الكرفس، ربيطات هكا ديال الكرفس غادي نلوحهم تما. هاد القضيه ديال الكرفس البنات كتمشي نتا عند شي ناس في اسفي، ولقيت بان كيطيبوا الحوت بالكرفس. عرفتي البنات واحد اللذه، واحد اللذه. جربوه راكم ما غتندموش. راه ديجا خدمت معكم واحد الطاجين بالحوت ودرت فيه الكرفس الا عقلتو في القناه للناس اللي متبعيني شحال هادي. المهم ديما كنخدم به انا الحوت كيجي واعر. صافي هنا زدت واحد الخويط ديال زيت العود. نسيت ما قلتش لكم في العطريه راه كتزيدوا الكمون حتى هو ضروري في الحوت. صافي وزدت مليحه من الفوق رشيتها على حساب الخضره باش هي تملاح تجي فيها الملوحه. صافي هنا كنغطي عليها كنديرها على واحد النار مهيله. هنا دزت صيبت العصير، كندير فيه غير البنان والليمون والخيار كيجي واعر حتى هو، وكنزيد عليه الماء معدني. صافي هنا الطنجره كطيب، كيطيب بشوي بشوي الحوت. صافي ونسد عليه ونخليه على نار مهيله. صافي هنا كنت طفيت على الطنجره. هانتوما الشكل النهائي كيفاش كيجي، كيطيب الحوت مزيان، الخضره حتى هي كطيب مزيان. هنا درتو في الطبيسيل. هانتوما درت فيه الفورشيط راه دغيا دغيا البنات طاب، كيجيش ناشف بزاف، مع كيكون مروي مزيان بديك الشرموله وبديك لاصوص ديال مطيشه كيجي فتي وزوين. يعني حتى لاصوص كتلقاو باش دوزو.
جربوا البنات هاد الوصفه د الحوت بالكرافس وردوا عليا الخبر. وهنا العصير ديالي تا هو كنخدمو غير بثلاثه المكونات، وهذا هو العصير ديالي المفضل، تا هو جربوه راه زوين. نتمنى ان شاء الله الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من الدعم ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو ما جاي. تهلاو ليا فراسكم، مع السلامه.